عيشوا وافهموا الصح. احنا ما عندناش غير 2 محترفين فقط عشان ما نضحكش على بعض. عندنا 2 وربع. عندنا محمد صلاح وعمر ومصطفى محمد، يعني سطر وسطر. السلام عليكم يا جماعه. بدانا بقى ايه النغمه ان انا ما معيش فريق، ان انا بصنع نجوم، ان انا رقم 1 في مصر، انا المدرب اللي بعمل من العجينه خميره. ازاي؟ مش عارف. كابتن حسام حسن داخل في نغمه يا جماعه انا بصنع، انا راجل بجرب، انا راجل بعمل لكم اللي ما اتعملش، انا راجل ما معيش لعيبه، انا ما معيش لعيبه. انت يا كابتن حسام حسن صاعد كاس افريقيا بنفس اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا بقالهم 5 6 سنين، صاعد كاس عالم بنفس اللعيبه اللي بيلعبوا بقالهم 10 سنين. انت ما عملتش جديد، فما تجيش دلوقتي تقول انا ما معيش لعيبه، علشان فكرك بان وتكتيكك بان وشغلك في الملعب بان. يعني لو انت جيت تقول عيشوا وافهموا الصح. احنا ما عندناش غير 2 محترفين فقط عشان ما نضحكش على بعض. عندنا 2 وربع. عندنا محمد صلاح وعمر ومصطفى محمد، يعني سطر وسطر. سمعتوا يا جماعه الكلام ده؟ لما يطلع من الكابتن حسام حسن يبقى لازم نقول ستوب. تعال يا كابتن حسام قول لنا انت كنت بتدرب فين؟ انت كنت ماسك فريق ايه؟ انت عملت ايه بالفريق اللي انت بتدربه؟ مع المصري ما شفناكش يعني خدت الدوري المصري ولا خدت كاس مصر ولا عملت اي حاجه، يعني تاخد مركز رابع يا سيدي معلش. الكلام ده لما انت تكون مدرب جايبينك بقى مكسر الدنيا بقى بطولات وناس كتير قوي تاريخهم وشغلهم باين في الكوره، شغلهم كله باين في الكوره يا جماعه. يا جماعه الكوره والتدريب مش يلا هوبا طخ بوم خلاص يقول لك لا 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 ده تمام التمام. لا يا جماعه، بعد الكلام ده وانا قلت قبل كده واللي كان متابعني عارف، فاول يوم كابتن حسام حسن مسك قلت لهم يا جماعه ما ينفعش، يا جماعه الكابتن حسام حسن ما بيحبش النجوم، كابتن حسام حسن عايز فريق هواه ويطلع ما يبقاش حد معروف خالص ويقولوا الكابتن حسام حسن هو اللي كسب وهو اللي لعب وهو اللي درب وهو اللي جاب اجوان وهو اللي هو اللي عمل كل حاجه. السلام عليكم.